يخص موضوع قبر السيدة شريفة في العراق، أشيع في الآونة الأخيرة، يعني اشتهر بصورة كبيرة جدا وأذيع عنها كثير من الكرامات، يعني إلى حد لا يمكن أن يكذبه أحد. أشيع بقوة كبيرة جدا كرامات وأشياء كثيرة من هذا القبر خرجت. ما قصة هذا القبر باختصار إخواني؟ البعض قد يظن البعض أنه هذا أمر موهوم صار له 10 سنين من طلع، شيء وهمي اختلقوه يعني الناس وصنعوه قبل 10 سنين 15 سنة. لا، مو صحيح. شوف إخواني، الشيخ حرز الدين صاحب كتاب مراقد المعارف 1365 متوفى للهجرة، هذا الرجل ذكر قبر السيدة شريفة، قال: قبر كذا مكان موقعه، ورأيت عليه بنية صغيرة، مصغر بناية، بنية عليها قبة. هذا الحكي شقد؟ أكثر من 100 سنة في الكتاب ذكره، أكثر من 100 سنة، وكانت تزار ولها قبر مشخص معلوم. زين، كل القصة إخواني، كل القصة أن هنا غموض في سيرة هذه السيدة، أكو غموض في التاريخ. الغموض إلى أسباب كثيرة، من جملتها أن نساء آل محمد بشكل عام كلهن عفيفات، مخدرات، مصونات، نادر تسمع حكاية أو خبر عنهن. لو ما كربلاء والطف أبد. يحيى المازني يقول: جاورت الإمام علي 20 سنة، لا سمعت الزينب صوت ولا شفت لها خيال أبد. كربلاء اللي طلعت نساء آل محمد عليهم السلام. فيا دوبك يعرفون هيك معلومات بسيطة. هذا سبب مهم ورئيس أساسي. الشيء الثاني إخواني، الإمام الحسن عليه السلام ليس كما يشاع ما عنده ذرية أبدا. كل المصادر تذكر أن له عقب من الذكور الحسن المثنى، وامتدت ذرية الحسنية من عنده. زين، حسن المثنى، وقد ذكر في كل كتب التراجم بلا استثناء، كل من ترجم للإمام الحسن ذكر ابن الحسن المثنى، جريح الطف ولم يستشهد، بقى عدل. ومن الإناث، من البنات، أعلى رقم ذكروا له 7 بنات عنده، مو 1 و2 و3. زين، الشيخ المفيد في الإرشاد رضوان الله تعالى عليه ذكر 7. شوف، هذا يعزز اللي أقول لك عليه، نساء آل محمد محجوبات. كل المؤرخين لما ذكروا أسماءهن شو اسمهن؟ بالله أم سلمة يعني كنية، ما نعرف اسمهن. أم سلمة، وأم عبد الله، وأم الحسن. زين، ورملة أم الحسين الخير معروف قصته في التاريخ، وفاطمتان، فاطمة أولى وفاطمة ثانية، ورقية. ملتفت؟ هذا أقصى رقم. أعلى رقم أبو نصر البخاري ذكر 6، وتفاوت النقل، لكن كشيء ثابت راسخ 6 أو 7 كما ارتفع الشيخ المفيد. البعض تنقص عن هذا العدد، فإحنا ما ندري، لعله هذه السيدة شريفة تكون واحدة من ذني، مثلا أم سلمة، أم عبد الله، ما ندري، أم الحسين، الله العالم، أم الحسن، يعني أم كلها أم إلى آخره، الله العالم. كل ما نعلمه أن هذا القبر مشاع بين أهل تلك المدينة جيلا بعد جيل، نقل شفوي، تاريخ شفوي، أن هذا القبر لواحدة من بنات الحسن عليه السلام. زين، شيخنا شنو قيمة التاريخ الشفوي؟ اقروا إخواني، اقروا. أكو خط في أمريكا لهذا الموضوع، في تحديدا في كولومبيا، جامعة كولومبيا، قال آلن نيفنز، اقرأوا عنه الآن، اقرأوا في 1948. قال التاريخ الشفوي، كل شعوب العالم، كل الحضارات الموجودة عندهم تاريخ كتبي وعندهم تاريخ شفوي. زين، قال مع الأسف إحنا نهمل التاريخ الشفوي. التاريخ الشفوي مو الآن أنا بتكره، لا، فد خبر صار لبهاي المنطقة يتناقلونه فد 500 سنة، فد 300 سنة، واي عمر. قال لك هذا تاريخ ما ممكن أكذبه، ما ممكن أقصيه. ليش يا نيفنز؟ علمنا بالله. مع الأسف عندنا هواي تقصيرات، إحنا نسمع الحكاية الزينة من غيرنا، يلا نقبلها ونؤمن بها. علمنا بالله.
ما بي شيء، نتعلم. قال لك التاريخ الشفوي متحرر من سلطة الخوف، الترهيب والترغيب. تحرر الناس عاديين، لا عندهم مصالح ولا يخافون من شيء، يحجون، فأقرب أن تأخذه من عندهم، هذا يمكن أقرب إلى الحق. قال لك وثانيا التاريخ الشفوي أنت تزهد به حضرتك هو الأصل، يعني التاريخ المدون الكتبي منين جاب الطبري؟ مو حكي من الناس، من أفواه الناس ونقله لو لا. خب ما دختوا إخواني وياي، الطبري من رادي يكتب تاريخه مثلا، أو أي واحد ابن أعثم الكوفي أو أي مؤرخ، منين جاب التاريخ؟ من التاريخ الشفوي. سأل هذا وسأل الصحابي وسأل التابعي وسأل من سأل من صحابي، قال له شنو؟ دون. إذن شفوي. فالكتبي أخذ بعض من الشفوي وصار هو الرئيس والقائد. قال لك فأنا ما أقصي، لا، أعامله مثل معاملة التاريخ الكتبي، هم موازين وقرائن وإثباتات، إذا صح أقبله. عقل، العقل مو عقل إقصائي، يعني منفتح إلى حد كبير ويستوعب أكبر قدر ممكن من المعلومات وبعدين يحللها ويشوف. زين. أيضا إخواني ما احتمله العلامة المحقق في كتاب قراءات تحقيقية، العلامة السيد محمد علي الحلو رحمه الله، السيد قال يحتمل عندنا بالأخبار أنه أكو طفلة من السبايا وقعت في طريق السبي، كانت عطشانة ومريضة وتعبانة وضرب سياط وحر الشمس، فما تحملت المسكينة، وقعت وماتت ودفنت في هالأنحاء. لعله، الله العالم، لعله تكون هي. ليش ما تنفي بصورة قاطعة؟ قال لا، ما أقدر أنفي. ليش؟ لأنه هذه الكرامات اللي ظهرت من هذا القبر لا يمكن أن نفهمها، أن تستقيم إلا بوجود شخص صالح ولي من أولياء الله هنا. فهاي الأخبار، هاي القرائن الموجودة في التاريخ قد تكون هي. أما ليش الاسم مختلف؟ رجح البعض أنه هذا مو اسم، هذه لقب، يعني مو اسمها شريفة، لا، حتى أهل المنطقة لليوم ما يقولون شريفة، لا، شريفة. أهلها، أهل المنطقة الأصلاء القدماء، شريفة يسمونها. شريف بهاللهجة بكسر الشين، شريف ذيك اللهجة العراقية. زين. تعني السيد من أبناء رسول الله. وإلى الآن العالم الإسلامي كله يسمي السادة الأشراف، صح لو لا؟ الأشراف، الشريف كذا، يعني شنو؟ عن سيد. زين. فلعله هي واحدة من بنات الإمام الحسن عليه السلام. الناس بالخوف، بالجهالة المصادر اللي عندهم ما وصلتهم، فجهلوا اسمها الشريفة بنت الحسن، يعني العلوية بنت الحسن. هذا المقصود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. إله الحق آمين. مصائب جرت على آل محمد عليهم السلام